اهلا بكم اعزائي مشاهدي اخبار الكرة في كل مكان. النهارده معانا خبر عن مهاجم الاهلي يقترب، وانضمام الثلاثي، ومصير الاعارات، الانسحاب، واستعراض القوة الاهلي، وانكار عقوبة دونجا. كل ده هتعرفوه بعد الانترو، ما تروحوش في اي حتة. يلا بينا نبدأ أخبارنا مع بعض. وأول حاجة هبدأ بيها معاك إن أنا هبدأ بمهاجم الأهلي الجديد اللي يقترب من الانضمام. بس قبل ما نقول الموضوع صلي على النبي وحط لايك واشتراك للقناة. يلا بينا نقول الموضوع. رغم إن الموضوع اللي هو على الساحة الرياضية بقوة هو الانسحاب. وإيه موضوع الانسحاب؟ إن هو لو الزمالك شارك في كأس السوبر المصري اللي هيقام في المغرب بين هيقام عفوا في الإمارات. تكوين من 4 فرق كاس السوبر، بطل الدوري وبطل الكاس وبطل الرابطة. وقلنا لو الزمالك شارك في البطولة الأهلي هينسحب. قلنا الكلام ده من شهر على فكرة، ولكن هو الأهلي مش هيعلن انسحابه دلوقتي، بس لما يعرف موعد البطولة هيستعرض عضلاته وينسحب من البطولة. والإعلام الأهلاوي هيرفض اللي بيتقال ده كله. فالنادي الأهلي بيوصل رسالة لاتحاد الكرة، للمسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري. اول حاجه ان الاهلي مش هيشارك، وانا بقول لك من مصادر اهلاويه في النادي ان هم قالوا مش هيشاركوا في البطوله اذا ما تم اقرار مشاركه الزمالك وعدم تنفيذ العقوبه عليه. الاهلي مش هيشارك. كنت عاوز اتكلم عن موضوع المهاجم النادي الاهلي الجديد او راس الحربة النادي الاهلي الجديد. المهاجم تم الاستقرار عليه بنسبه كبيره جدا، وشراء النادي الاهلي لرضا سليم ب 2 مليون و200 الف دولار، وشراء امام عاشور ب 3 مليون دولار مسمعه جامد. وفي 2 فراودة تم الاستقرار عليهم، وفي واحد قبل واحد. وعلى فكرة على فكرة الاتنين أفارقة بيلعبوا في أوروبا. طيب الاتنين مهاجمين دول ايه المطلوب فيهم؟ في واحد الراجل مارسيل كولر مصنفه A و B، يعني ده له الأولوية والتاني بعديه. لازم تكمل معايا الفيديو للنهاية عشان تعرف كل أخبار وخفايا للنادي الأهلي والدوري المصري وكل الأندية المصرية. اللي ليه الأولوية هما الاتنين باقي في عندهم موسم برضو. الاتنين الاهلي كان قايل ان هو هيحط ميزانيه ليهم من مليون دولار لمليون ونص دولار، لان انت بتشتري سنه في عقد اللاعب، وعادي جدا ان انت تشتريه بهذا الرقم. الناس رافضين جدا ان هم يتخلوا عن الاتنين مهاجمين دول، والاهلي وصل بسعره الى 2 مليون دولار، لان الناديين مش موافقين. وهذا اسفر على ان الاهلي رفع ميزانيه الحصول على المهاجم الى 2.5 مليون دولار، بشرط ان اللاعب يوقع 4 سنين او 5 سنين. راتب اللعيب لأي واحد فيهم هيبقى في حدود مليون او مليون ومتين الف دولار. المسألة الاهلي ينهيها امتى؟ امير توفيق شغال في هذا الملف وبيبذل قصارى جهده. وكمل معايا الفيديو عشان فيه اسرار وخبايا النادي الاهلي تاني مرة اقولها لك، وحط لايك واشتراك في القناة. لايك مش هيخسرك حاجة، واشترك عشان تعرف اخبار الاهلي والزمالك وكل الاندية المصرية. ونرجع لموضوعنا. الاهلي شغال في منتهى السريه والكتمان، وامير توفيق لم يتواصل مع حد الا مع الكابتن محمود الخطيب شخصيا، ولا يجرؤ حد من مجلس اداره يقول له انت عملت ايه وايه المراحل وايه الاسباب والكلام ده. هو كل ما حد يتواصل معاه من مجلس اداره يقول له لسه. ونروح مع موضوع تاني. رضا سليم يصل الاسبوع القادم زي ما قلنا لك قبل كده، لكن اقدر اقول لك في 3 صفقات سوبر بالنسبه للنادي الاهلي. بس قبل ما اقول لك، لايك وشير وصلي على الحبيب قلبك كتيب، وصلي على سيدنا محمد. وانا قلت لك هنا عن صلاح محسن ان هو هيرجع النادي الاهلي قبل كل الناس، والناس كانت بتنتقدني في ده، بس لما شافوه في كاس الرابطه ومكسر الدنيا وجون وحاجه جميله، يعني قال لك ماشي ده جميل هاتوه تاني. واللاعب التاني اللي راجع هو كريم نيدفيد. كريم نيدفيد راجع وهو لاعب خط وسط بعد رحيل المتميز حمدي فتحي للدوري القطري، وبعد حتى رحيل القندوسي يبقى انت رجعت كريم نيدفيد كمسمار في نص الملعب، وامام عاشور بدل حمدي فتحي والقندوسي. طيب اللاعب الثالث اللي احنا قلنا لكم عليه في اول الفيديو هو محمد شكري، اللي جاب جون في نهائي كأس الرابطة المصرية هذا الموسم. جون من بره المنطقة، كانت ضربة ثابتة وسكنت شباك النادي المصري. ومحلل أداء النادي الأهلي ياسين قال للمارسيل كولر ده خليفة علي معلول فنيا بجد بعد ما عمل ديسكاونتنج.
الوحيد اللي هيدفع بس اللاعب اللي هيدفع فيه فلوس هيكون هو محمد شكري، عشان يرجع من الإعارة. وبرضو صلاح محسن هيدفع فيه فلوس بس قليلة. لكن الكارثة يا جماعة اللي محدش واخد باله منها ان هو شعور النادي الاهلي بتربص المسؤولين في اتحاد الكرة بالنادي الاهلي. ليه؟ تخيل النادي الاهلي عنده كام واحد معار بره، 23 لاعب، وهو اعلن عن 7 لاعبين فقط هيكون معارين من الاندية. يجي بقى على حتة نقر عقوبة دونجا، يجي يقول لك ايه، هو مين قال لي في عقوبة على دونجا؟ لا، عيب الكلام ده يا جماعة، ومجلس الإدارة اللي قال الكلام ده. بكده يا جماعة انتهت حلقتنا النهاردة. متنساش اللايك والاشتراك، لان انا عامل نسبة بيقولوا لي غير مشتركين اكتر من المشتركين في القناة. اشتراك ولايك وشير واشتراك للقناة. ربنا يرزقكم يا رب، وصلوا على النبي.